عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ النهاردة عملنا مع بعض تحلية جميلة كده. عملنا الكسكسي او المبروم عشان اخواتنا اللي في الدول العربية زي ما بيسموه بقى اهوت. احنا هنا في مصر بنقول عليه الكسكسي. عملته اهو بطريقة سهلة وجميلة خالص، ما خدش معانا وقت وحاجة نظيفة. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة وكومنتاتكم الجميلة يا حبايبي، واللايكات اهم حاجة لان انا بلاقي الكومنتات اكتر من اللايكات. شكرا ليكم، سلام عليكم. رجعت لكم تاني يا حبايبي. معايا الدقيق اهوت بتاعي ومعايا الميه ومش اكتر من كده. هنعمل بقى الكسكسي البيتي الفلاحي الجميل اهوت بدقيق وميه. ده كيلو من الدقيق انا نخلاه طبعا من قشه من اي حاجه، ونضيف زي الفل اهو ميه من الحنفيه اهي. الميه اهي يا حبايبي عليها ذره ملح بس كده بسيطه كده. بنتي بتحط لي بقى الميه اهيت. لو مش معاكي حد يحط الميه عادي بايد، وبتعملي بايد. بتحطي الميه بايد وبتبرمي بايد. طبعا ميه بسيطه مش كتير عشان ايه الدقيق ما يعجنش معانا اهو. بننقط الميه كده يا بنات، تنقيط تنقيط بسيط كده. هنفضل بقى نبرم بيه، نبرم فيه كده. وهو على فكره في ناس بيسموه المبروم اهو كده يا حبايبي. اهو بنفضل نبرم فيه كده لحد ما الدقيق يختفي خالص بالشكل ده كده. هنبرم بقى فيه شويه لحد ما ياخد ايه لون السكري كده. الدقيق يبقى لون السكر كده. خلاص بقى الدقيق اختفى اهو خلاص، ما بقاش فيه دقيق خالص اهو. كله اتضرب مع بعض اهو بقى ايه لونه سكري. خلاص يا حبايبي، بعد ما خلصنا البتاع الكسكسه اهوت. انا جبت المنخل بتاعي ده السلك اهوت اللي هعمل فيه المنخل او الغربال زي ايه اللي بتسموه بقى. ده منخل اهو السلك اهو. هجيب بقى الكسكسي اهو اللي اتبرم. هبدأ بقى ايه اعمله كده، انزله من الغربال ده كده. هنعمل بقى بالشكل ده كده يا حبايبي اهو. هننزله من المنخل كده اهو. اهو يبقى شكله كده. هكمل بقى الكمية اللي معايا ونرجع مع بعض تاني. كده خلاص خلصنا بقى الكمية بتاعتنا. هنروح بقى نسويه ايه على البوتاجاز. كده بقى رجعت لكم تاني يا حبايبي اهيت. انا حاطه حله فيها ميه على البوتاجاز اهي. الميه غليت كده. هجيب بقى المصفى بتاعتي. احط المصفى كده اهو. المصفى تكون ايه محكمه على الحله اهي، عشان ايه البخار ما يطلعش من هنا يقوم ما يسويش الكسكسي اهو. طبعا الميه بتبقى بعيده عن المصفى عشان ما تجيش على الكسكسي ويعجن. بحط بقى ايه المعالق دي كده اهي عشان ترفع لي القماشه شويه علشان ما يعجنش معايا. طبعا القماشه معايا هي دي تيشيرت او فانيلا طبعا قطن تكون نظيفه. هحطها كده حاجه بتبقى مخصصه ليه. بقى خلاص انا حطيت اهوت القماشه طبعا النظيفه البيضه اهي. هحط بقى ايه الكسكسي كله اهو. خلاص بقى انا حطيت ايه الكميه بتاعتي كلها اهيت. ايه هغطيه بقى.
اغطيه بقى كده بالقماشه برضو كويس اهو، عشان البخار ما يطلعش منه ايه، يبقى نايم. وهغطي بقى ايه بالغطا ده كمان اهو، يستوي بقى ونرجع مع بعض كده. انا اهو انا قلبته مره وبقلبه كمان مره اهوت ليه يا حبايبي، عشان انا مش هرده تاني اهو. فكده عشان يستوي ايه بما فيه الكفايه يعني اهو. طبعا في كلاكيع، الكلاكيع ديت هعملها تاني في المنخل، فالكلاكيع دي مش هتبقى كده يعني اهو. كده انا قلبته من كل ناحيه. خلاص كده بقى الكسكسي بتاعنا استوى اهوت. خلاص هطفي عليه بقى وايه ونكمل مع بعض كده. خلاص بقى بدأت تاني ايه اعمله في المنخل تاني اهو. الكلاكيع ديت بتتعمل على طول اهي يا حبايبي، بتتفرك على طول اهي. عشان لسه بس طافيه عليه، ايدي مش قادره تستحمله. مع بعض تاني. خلاص بقى بعد ما عملنا الكسكسي في الغربال اهو، خلصناه كله. هبدأ بقى ايه اعمله بالميه بسيط كده اهو. عشان ايه ما ينشفش معايا. كده خلاص بقى اهو يا حبايبي. هحط بقى حته الزبده بقى اهيت صفرة، علشان كمان ايه هتدينا لون اصفر كمان للكسكسي اهو. ومعانا سمنه برضو من التانية دي الجاموسي اهي. هاخد برضو ايه حته كده على سمنه البقري دي. طبعا الكسكسي سخن هي هتسيح معانا ايه على طول. خلصنا. انا كده بحطه في طبق التقديم اهو. شايفين شكله جميل ازاي اهو، مخدش وقت وتحفه. اللي وصل معايا يا حبايبي لغايه هنا ما ينسانيش بقى في اللايك. انا بلاقي الكومنتات اكتر من اللايكات. هحط بقى عليه السكر، سكر مطحون او سكر عادي من التاني. اللي بيحبه طبعا بشوربه بقى بيحط عليه شوربه برضو بيبقى جميل، بس انا ولادي بيحبوه كده. هاخد هنا كده بقى شكل الطبق اهو جميل اهو.